السلام عليكم البنات الامهات والمتتبعات ديالي كاملين، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي. وفيديو جديد تحت الطلب ديالكم. في الفيديو اللي كنت شاركت معكم البنات بريوات بسيطلات ولينيم 3 ديال العمارات مختلفين. كانوا جاوني في التعاليق بغينا شي حاجه بلا ورقه ديال البسطيله، يعني كاين اللي ما كتوفرش ليه ورقه البسطيله، كاين كيكون في شي بلاصه ما كيلقاهاش، المهم كله ظروفه. ومع الورقه ديال البسطيله اليوم جبت لكم بسيطلات بواحد العماره خطيره، شي حاجه واعره بزاف وبلا ورقه ديال البسطيله البنات، غير بالعجينه ديال المسمن. وكتجي البنات تحلفوا عليها تقولوا راه بالورقه البسطيله. شوفوا تبارك الله البنات التوراق اللي كيجي فيها كيفاش داير، كتجي مورقه خطيره غير بالعجينه البنات، غير بالعجينه المسمن. طريقه سهله ومبسطه وان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تجربوها. انا اكيد هانتوما شوفوا كيجي فيه واحد التوراق خطير جدا. انا اليوم راني غادا معروضه ووجدتهم هكايا نديهم معايا، منها نشارككم هذا الاقتراح اللي بغيتوه هكايا طلبتوه مني، ومنها غنديهم معايا ان شاء الله غادا عند بنت لوستي وغنديهم معايا. هانتوما شوفوا البسيطلات كيفاش جاو كيحمقوا عامرين بالعماره بالحوت والدجاج، واحد العماره واعره وكيجيو عامرين تبارك الله، كيجيو فنين. شوفوا انا ما غنقدرش نقسم معكم شي وحده دابا حتى نوصل عندها ان شاء الله وغنقسمها معكم، لان جاني صراحه جاتني نديهم في هاد الخشبه هذه، جاوني قياس واحد. صراحه العجينه عطاتني كميه كثيره ولكن ما طيبتهاش كامله لان الطاوه صافي عمرات. طيبت بقاو لي 3 الحبات، ما بغيتش نشعل عليهم الفران مره اخرى على 3 الحبات والطاوه عمرات ليا، فدرت غير هذا القياس هذا اللي غندي معايا ان شاء الله. هانتوما وملي غادي نوصل ضروري نقسم معكم شي وحيده واخا غيكونوا بردوا غنعاودوا نسخنوهم ان شاء الله. وراه اصلا راه باينه البنات التوراق عندكم هانتوما، راه غير ما بغيتش نخسر. سمعوا القرمشه، سمعوا القرمشه البنات راه مورقين غير ما بغيتش نخسرهم، كتجي فيهم واحد القرمشه خطيره. باين من الفيديو، باينه البنات من الفيديو بلا ما نحتاجوا نقسموها. هانتوما كتجي مقرمشه ومورقه، انا غير ما بغيتش نخسر الشكل، ولكن ان شاء الله غير نوصل ضروري غنقسم معكم شي وحيده باش تشوفوهم كيفاش كيجيو بعماره واعره. والسر ديال هاد التذهيبه ولا هاد التحميره اللي كتجي فيهم حتى هي واعره بزاف. ان شاء الله هادشي كامل غتشوفوه معايا في هذا الفيديو. وكالعاده الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش البنات من لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو ديالي البنات مع الاصدقاء ومع العائله باش تعمل فائده، وتشجعوا المحتوى ديال القناه باش يزيد لقدام ان شاء الله. ونزيد ان شاء الله نشارك معكم وصفات، اي حاجه تبغيوني نشاركها معكم كتبوها لي تحت في التعاليق ديالكم كامله كنقراها كناخذها بعين الاعتبار، كنجاوب اللي عندها شي تساؤل ولا استفسار ولا اي حاجه راه كنجاوبها. واللي بغات شي اقتراح راه ان شاء الله كنديرو في بالي باش نشاركو معكم، غير خاصكم تخليو التشجيعات ديالكم وتعاليقكم باش هكا تزيدوا تشجعوني ان شاء الله نزيد نستمر معكم ونعطيكم وصفات. وان شاء الله باذن الله مازال غنجيب لكم معسلات اللي زوينين وساهلين واقتراحات في المالح اللي غيكونوا حتى هما زوينين وساهلين لشهر رمضان ان شاء الله يا ربي. وما نطولش عليكم وخليكم ان شاء الله مع الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. وهنايا البنات غنبداو بالعجينه هي الاولى. عندي 500 غرام ديال الدقيق الفورس، نص كيلو ولا 5 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفورس. درت معاهم معلقه صغيره ديال الملحه والماء عادي من الروبيني غنعبروا معكم حتى هو بالكاس ديال العنبه. المهم كيف ما شفتوا البنات درت كاس ديال الماء، كنبداو نخلطوا كنضيفوا الكميه بالتدريج. انا غنعطيكم كميه مضبوطه اللي هزليه ديال الماء، ولكن حتى نتوما ضيفوها بالتدريج وانتوما كتجمعوا في العجينه باش العجينه تجي شاده في راسها وما تجيش مرخوفه وتجيكم ناجحه. المهم انا نعطيكم جميع التفاصيل ان شاء الله باش تنجح معكم. كيف ما شفتوا غنبدا نضيف الماء شويه بشويه، الماء عادي من الروبيني من الافضل، وكتبقاو حتى كتجمع. صافي ملي كتشوفوا العجينه بدات كتجمع لكم في يدكم صافي ديك الساعه راه وجدات وما تحتاجوش كاع يعني تدلكوها ولا تطلب منكم لا مجهود لا والو. صافي غتجمعوا داك البول ولا داك الاناء اللي كتعجنوا فيه، كتجمعوا الجناب ديالو صافي غتحطوها فوق السطح اللي كتخدموا فوق منه، وغادي نديها ونجيبها غير واحد شويه غير باش يولي باش تجمع لينا العجينه وصافي. هانتوما كتشوفوا غير واحد شويه. بالنسبه للماء زدت ليا كاس عامر وكاس قل ربع، وكاس قل ربع كان كافي باش يجمعها. صافي هنايا غير كنديها ونجيبها غير واحد شويه هكا تولي العجينه لينه تولي رطبه ما تبقاش متكتله.
مهم صافي وغنجمعوه في واحد البلاستيك وغنخليوها ترتاح. هنا البنات كل ما خلينا العجينه ارتاحت كل ما النتيجه كتكون زوينه اكثر. تقدروا تعجنوها في الصباح وتشكلوها حتى العشيه. راه كيف ما شفتوا العجينه ما فيها غير الماء والملحه، ما تخافوا منها والو. كل ما ارتاحت كل ما كتعطي الطوع وكل ما كتجي ناجحه اكثر. صافي درتها في بلاستيك خليتها ترتاح. هنايا غندوز البنات غاسله القزبر ومعدنوس ومنشفاهم، غندوز نطحنهم في الهاشوار ونوجد العماره هكا اللي غنعمر بها البسيطلات ونخلي العجينه ترتاح. كيف ما شفتوا البنات كنت هاد الهاشوار شاركتها معكم في الفيديو اللي كنت درت معكم الملاوي معمرين بحشوه واعره في الفران، وكنت شاركتكم هاد الهاشوار اللي وصلتني من موقع وادوكس. موقع وادوكس البنات عندهم اي حاجه تقدروا تحتاجوها في الكوزينه ديالكم، اي حاجه في الالكتروميناجي راه تلقاوها عندهم داكشي واعر كاليتي زوينه، ولي مارك اللي كيكونوا في البلايص الاسواق التجاريه الكبرى غتلقاوهم عندهم. هاد الهاشوار بعدا انا حمقاتني، شوفوا تبارك الله شحال كنجيب ديال الربيع نطحن فيها. هنايا راه 4 جوج قبطات ديال القزبر وجوج ديال المعدنوس اللي غسلتهم ونشفتهم وغادي نطحنهم كاملين. غندير منهم في العماره وغنحتفظ بهم هكا في المجمد. بالنسبه للهشوره البنات ولات شي حاجه ضروريه ومهمه عند اي سيده تكون عندها في الكوزينه ديالها، لان باش عاده تبقاي تضيعي الوقت في الربيع وتبقاي تحقي فيه بيدك، راه زعما ابسط الاشياء ومن الضروريات خاصها تكون عندك. غير هي البنات خذوا ماركه اللي معروفه. هذه البنات راه لا مارك توريست معروفه وتبارك الله زوينه. شوفوا الشكل ديالها، انا حمقني الشكل ديالها انيق وزوين ومختلف. الا بغيتوا اللهم نزيدوا شويه ديال الفلوس وناخذوا شي حاجه كاليتي زوينه وتصبر معنا مده طويله، ولا ناخذوا شي حاجه اللي ثمنها ناقص غنخدموا بها غير واحد المده وغنرميوها. المهم بالنسبه لهاد الهشوره البنات كتهز اطر ونص لا مارك توريست من موقع وادوكس. كيف ما شفتوا الشكل ديالها انيق، الموس ديالها ما فيهمش الفيسات نهائيا كيف ما شفتوا، يعني ما تخافوش منهم. والزاج ديالها متين، كتجي فيها هكا ديك جلده السيليكون كتحطوها هكا عليها قابطه من التحت وغزاله وكتهز كميه كثيره تبارك الله. 4 ديال الربطات ديال الربيع اللي طحنت فيها. تقدروا تطحنوا فيها الكفته، اللحم، الحوت، الخضره. شوفوا تبارك الله الشكل ديالها كيفاش كيجي. من الافضل تخليوها غير الكفته هكايا ديال الحوت ولا الدجاج ولا لادان والخضره والربيع. ما ديروش فيها البنات المكسرات باش تحافظوا عليها، خليوها غير الخضره والربيع وهذا الشيء باش تبقى الماس ديالها ماضين وزوينين. راه فيها البنات بروموسيون زوينه. نخلي لكم المعلومات كامله في اول تعليق ديال موقع وادوكس. تلقاو الرابط ديال الواتساب ديالهم، ضغطوا عليه غتدخلوا مباشره للواتساب تواصلوا معاهم. راه عندهم بزاف ديال الهاشوارات، ولكن هذه الشكل ديالها انا حمقني، شكل انيق وزوين ومختلف. تواصلوا معاهم. ومن الافضل البنات صيفطوا غير ميساج وتسناوهم حتى يجاوبوكم. راه ما كيجاوبوش على لي زابيل لان كيكون عندهم الضغط بزاف في الواتساب وفي المكالمات. كيخليو غير اوديو ولا كتابه وغادي تجاوبكم السيده، واحد السيده غزاله اللي مكلفه اللي كتواصل مع الزبناء ما شاء الله. غتعطيكم الخاطر، غتصيفط لكم التصاور ديال الهشوارات اللي عندهم كاملين. زعما حتى الا بغيتوا شي حاجه من غير هادي كتوريكم كاع داكشي. وعندهم تبارك الله المقالي. هذا الطقم هذا راه من عندهم. اي حاجه تشوفوها عندي في كوزينه من عند موقع وادوكس تبارك الله. دابا ولا كلشي اللي عندي في كوزينه من عندهم كلشي زوين. ومازال ان شاء الله غنشارك معكم حويجات زوينين من عندهم. المهم المعلومات ديالهم كامله غتلقاوها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. هنايا البنات درت باكيه ديال الفيرميسيل غير صغيره اللي فيها 2 ديال المربعات، 2 المرصويات. درت عليها الماء غليان وغنخليها ترطاب هكايا في الجنب. وغادي ندوز هنايا العجينه البنات راه تلقات ملي كتبقى ترتاح بحال كتدلك بوحديتها. من الافضل ديروها في بلاستيك وسدوا عليها البلاستيكه باش كتدلك وكتجيكم ساهله في الخدمه ما كتعذبكم. صافي هنايا غنديو نجيبها غير واحد شويه هكايا وغنقسموا هاد العجينه على 4 ديال الكويرات يكونوا بحجم متساوي. وكل كويره غنخرجوا منها بزاف ديال البسيطلات. عرفتوا تبارك الله هاد نص كيلو ديال الدقيق راه كيخرج لكم كميه كثيره ديال البسيطلات كتقاموا اقتصاديا وساهلين وكيعطيو كميه كثيره. صافي هنا كيف ما شفتوا غنقسمهم على 4 ديال الكويرات. حاولوا هكا عينكم ميزانكم يكونوا متساويين بنفس القياس. غنديرهم في البلاطو وغنغطيهم وغنخليهم يرتاحوا. هنايا غندوز نوجد العماره ونخلي العماره تبرد عاد نرجع ليهم. المهم غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا وندوزو ان شاء الله نكملوا العماره ديالنا.
صافي ضروري باش يرتاحوا المره الثانيه هاد الكويرات باش ما يعذبوناش في التوراق. هنايا كيف ما شفتوا البصله والفلفله اللي طحنت معكم في الهاشوار، درت 4 ديال البصلات كبار هكا، ولا ديروا 5 صغار ولا هكايا، وجوج فلفلات حمرين ولا خضرين، درت معاهم تقريبا نص كاس ديال الزيت وتشحروا حتى دبلات البصله والفلفله. من بعد زدت عليهم صدر ديال الدجاج وواحد شويه ديال الكروفيت كان عندي، تقدروا ديروا غير صدر ديال الدجاج وعطريه الحوت، بلا ما ديروا الحوت ولا كان توفر ديروا شويه هكايا كيعطي مذاق زوين. ما كانش راه غتعوضوا غير بعطريه الحوت. صافي هنا بالنسبه للتوابل البنات كيف ما شفتوا درت الملحه، الابزار، سكينجبير، تقريبا نص معلقه صغيره من كل حاجه، الخرقوم البلدي، الكمون، التحميره، عطريه الحوت معلقه صغيره عامره، ثوم بودره حتى هي معلقه صغيره عامره، ورقه سيدنا موسى 3 ديال الوريقات، صلصه الصوجه ديروا تقريبا واحد 2 معلقات كبار، مطيشه الحك معلقه كبيره عامره. ديروا هاد العماره بهاد الطريقه هذه وردوا عليا البنات، راه جات خطيره. 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس اللي طحنت معاكم في الاول طريين تا هما عطاو مذاق زوين، وعصير نص حامضه، ولا عندكم هكا داك الخل ديال عصير الحامض ديروا منه 2 معالق كبار. هنايا واحد الحفينه ديال الزيتون خضر مقطع، وكنشحروا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان. في الاول البنات كثروا شويه البصله في الاول باش تجيكم ديك العماره كثيره. وهنايا السودانيه كنت نسيتها، السودانيه ولا الحار حسب الذوق، المهم انا درت السودانيه كتجي زوينه. صافي نشحروا شويه داك الدجاج والكروفيت حتى كيطيبوا. زدت هنايا نص حامضه مرقده مقطعه طريفات صغار. صافي كنشحروا العماره ديالنا هكايا غير كيدخل الطياب. وفيرميسيل اللي رقدت معكم في الماء سخون كنقطعها بالمقص، كنصفيها مزيان من الماء وكنقطعوها بالمقص. صافي كنضيفوا الفيرميسيل كنطفيو البوطه باش ما طيبش لينا بزاف. صافي غنحركوها غير تنسجم وتلبس لينا بديك الشرموله وديك المكونات. صافي ونخلي العماره تبرد. هنا هاد الوقيته اللي غتبقى تبرد ليا العماره غادي ندوز نشكل هاد الكريسات هادو مسمنات مربعين بشكل ديال المسمن العادي. اهم حاجه هو التوراق. المهم كناخذوا الكريسه كنديروا واحد الزلافه فيها الزيت فقط، كنبسطو غير بالزيت مزيان حتى كيبان لينا السطح اللي كنقرصو فوق منه. باش تنجح معكم هاد العجينه وتجيكم البسطيله مورقه خاصكم تورقوا لهاد الدرجه هادي حتى يبان لكم السطح. من بعد كاسرونه مذوبه فيها غير الزبده بوحديتها، الزبده ديال البواطه ذوبتها حتى كتنشف من الحليب اللي فيها، كتولي هكا تغلي، كتخليوها حتى كتبرد، وكتدهنوا بها الوجه ديال تقريبا واحد 2 معالق ولا كبار ولا 3 من الزبده مذوبه، كتدهنوا بها الوجه ديال ديك العجينه، وكتنيو الجوانب على بعضياتهم، وكتعاودوا تدهنوا وكتشكلوا على شكل مسيمنه مربعه. بما انا غنعاود معكم واحده اخرى، هذه اللي شكلتها غنديرها في واحد البلاطو وغنحطها هكا حدايا في الجنب بشكل مسيمنه عاديه مربعه. انا عاود معكم هكا وحده اخرى، طريقه راه سهله. في الاول كتورقوا بالزيت بوحدو فقط، ما ديروا الزبده، الا درتوا الزبده غتبقى تلصق لكم العجينه على داك السطح اللي كتقرصوا فوق منه وتقطع غير الزيت. وما تكثروش الزيت بزاف، غير القياس اللي غادي يسرح لكم العجينه وصافي. كتورقوها مزيان مزيان. اهم حاجه في هذه العجينه هي التوراق، هي اهم حاجه حتى كيبان لكم السطح اللي كتقرصوا فوق منه يولي يبان لكم من العجينه. واخا تقطع لكم العجينه ماشي مشكل. هنايا كنضيف واحد 3 معالق كبار ديال الزبده مذوبه، وكندهنوا الوجه ديال العجينه مزيان كامله، وكتشكلوا على شكل مسيمنه مربعه. صافي بشكل عادي كيف ما شفتوا كتنيو الجوايه بجوج على بعضياتهم، وكتعاودوا المهم شكل ديال المسمنه مربعه عاديه. بنفس الطريقه غنشكل الكويرات اللي عندي الاخرين، المهم غنشكلهم مربعه بنفس الطريقه هكا على شكل مسمنه مربعه. ومن بعد ندوزو ان شاء الله باش نوريكم الطريقه كيفاش غنشكلهم بسيطلات. المهم كناخذوا المسمنه الاولى اللي شكلناها، هي الاولى كتكون طلقات وارتاحت، كنبسطوها. حاولوا تبسطوا ولكن ما تبسطوش بزاف. المهم كتسرحوها هكايا بهذه الطريقه هذه، وكتاخذوا الجراره ديال البيتزا كتقسموها على 6 ديال المربعات. كيف ما شفتوا الفيديو راه موضح الطريقه. كتاخذوا هذا المول هذا ولا شي طبيصيل هكا يكونوا الجناب ديالو عاليين غارقين، ولا المهم الافضل ولا بحال هذا المول كتحطوا فوق منه ديك طريقه العجينه، وكتعمروا بالعماره بعد ما كتكون بردات. ضروري تكون بردات العماره. حاولوا ملي تهزوا العماره هزوا من الفيرميسيل ومن الدجاج ومن الحوت باش تجي العماره عامره، وكتردوا الجناب ديال العجينه على بعضياتهم هكايا الوسط
كتلمطوا ديك العجينه ديالكم، وما تكونش العجينه كثيره، يلا كتغطي لينا ديك العماره اللي درنا من الفوق. صافي ها هي البسيطله ديالنا كيف ما شفتوا. انا عاود معكم ضروري وحيدات باش هكا توضح عندكم الطريقه. المهم داك المربع اللي كنقطعو كنبسطوا ليه غير الجوانب هكا، كنخليو الوسط هكا يبقى غليظ شويه، والجناب كنبسطهم لان غنردوهم على بعضياتهم باش ما تجيش هكا العجينه كثيره. كنحاولوا نعمروا داك الطبيصيل ولا داك المول اللي درنا فيه العجينه، نعمروه تيعمر. والعماره كيف ما كنقول لكم ديما هزوا من الفيرميسيل ومن الدجاج ومن كل شيء. ومن بعد دوك الجناب ديال العجينه كتردوهم على بعضياتهم صافي، حتى كتغطيو ديك العماره اللي درتو من الفوق كامله، كتبقاو تردوا الجناب على بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. بنفس الطريقه ساهله البنات. هانتوما كتبسطوا الجوانب كيف ما شفتوا، ما كتعاودوش ديروا الزيت نهائيا. صافي كتحطوا داك العجينه ديالكم على داك المول ولا الطبسيل ولا اي حاجه اللي متوفره لكم، غادي تعمروا عليها وغتعمروا بالعماره مزيان باش يجيو البسيطلات عامرين. ومن بعد كتردوا دوك الجنيبات على بعضياتهم. الا بانوا لكم العجينه كثيره هكايا نقصوها، الا شفتوا كتردوا العجينه جات كثيره فوق بعضياتها قطعوها كيف ما شفتوا في الفيديو. طريقه سهله. المهم انا غنستمر بنفس الطريقه. فين ما تبغيو البنات تهزوا شي مربع عاودوا بسطوه واحد شويه باش ما تجيكمش البسطيله فيها العجينه كثيره، تجي العماره كثيره وديك العجينه تجي غير فحال الورقه رقيقه. صافي كديروا العماره مزيان وكتردوا دوك الجناب على بعضياتهم بطريقه سهله. ولا شفتوا العجينه كثيره قطعوها، الا هكا ملي كتردوا جهه على جهه بانت لكم كثيره كيف ما شفتوا كتقطعوا العجينه صافي. المهم كتجمعوها مزيان، كتغطيوها مزيان ما تبقاش تبان حتى شي حاجه. صافي بنفس الطريقه غنستمر نكمل هذوك الجوجات اللي بقاو عندي، وبسطت حتى المربعات الاخرين عمرتهم. انا راه عمرت تقريبا مربع بقى ليا ما عمرتوش، وعمرت 3 ديال المربعات اللي قسمتهم على 6 وعمرتهم. راه بقاو ليا 3 البسطيلات ما طيبتهمش. المهم كيف ما شفتوا دهنتهم ديك الزبده اللي كنت كنورق بها، دهنت لهم غير الوجه ديالهم وغندخلهم للفران. طريقه الطياب مهمه البنات. ملي تبداو تعمروا في البسيطلات شعلوا الفران الفوق والتحت، الفوق والتحت على 250 درجه. نتوما كيف ما شفتوا على الفوق والتحت على 250 وخليوه يكون سخون مزيان. ملي تبداو تعمروا في البسيطلات ملي تكملوا كتدخلوهم للفران كتخليوه على 250 شاعل الفوق والتحت. راكم كيف ما شفتوا الفوق والتحت على 250. كتدخلوا الطاوه ديالكم كتسناو واحد 5 ولا 10 دقائق. المهم كتبقاو مقابلينهم غير كيتشمعوا، غير بحال كتجمع ديك العجينه كتورق وكتجمع كتبدا تبدا تحمر كتخرجوهم. هانتوما شوفوا يلا تجمعنا، كنقرب لكم تشوفوا البنات. يلا تجمعات العجينه وبدات بغات طيب غير تشمعات صافي خرجتها. هنايا ضروري هاد الخطوه. ملي كيكون الفران سخون وكتدخلوا ليه ديك العجينه بحال كتنفخ وكتعزلوا داك الطبقات ديال العجينه، داك التوراق كيتعزلوا الطبقات ديال العجينه على بعضياتهم وكتجي مورقه. هاد الخطوه مهمه. لا درتو زعما المملحات بعجينه المسمن ضروري يكون الفران سخون الفوق والتحت على 250 وكتدخلوا ديك الطاوه كيف ما شفتوا. راه وريتكم في الفران غير كتشمع كتخرجوها. هنايا ملي تخرجوها خديت بيضه درت عليها صلصه الصوجه وغندهن لهم الوجه ديالهم مزيان مزيان. هذا هو السر ديال ديك التحميره اللي كيجي ديك البسطيله محمره ومذهبه بواحد اللون واعر. هذا هو السر، البيض وصلصه الصوجه. ولكن ما ديروهمش في الاول، لان الا درتو البيض في الاول على العجينه بحال ما كيخليهاش تورق وتنفخ وتطلع. في الاول دهنوا غير بالزبده الوجه ديال البسيطلات ديالكم غير بالزبده ودخلوهم الفران كيف ما شرحت لكم الطريقه، غير يتنفخوا ويتشمعوا بحال اللي يبغيو يبداو يطيبوا وخرجوهم. عاد دهنوهم بالبيض كيف ما شفتوا وصلصه الصوجه اللي كتعطي واحد اللون مذهب واعر. دهنتهم ومعاهم سخان دغيا نشف عليهم داك البيض وعاود دهنته في نفس الوقيته ودخلتهم الفران تحمروا مزيان من الوجه وعاود قلبتهم على الجهه الاخرى تحمروا. كيجي فيهم واحد اللون خطير، كيجي واحد اللون احمر مذهب واعر. واخا شي وحدين تحمروا ليا بزاف ولكن راه جا فيهم واحد اللون واعر. صافي ملي كيطيبوا ديك الساعه ملي كتعاودوا تدخلوهم للفران كتنقصوا. صافي في الاول ملي كيتشمعوا تخرجوهم كتهبطوا العافيه ل 200 درجه وكتخليوهم يكملوا الطياب ويتحمروا على خاطرهم على 200 درجه. صافي هنايا بعد ما ملي طابوا خرجتهم
تزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوهم بالفرماج احمر محكوك، تقدروا تزينوهم بشرائح ديال الحامض، شويه ديال المعدنوس، ولا تفرشوا لهم الورق ديال الخس ولا داكشي اللي يتوفر لكم. انا هنايا خديت حامض قطعته هكايا طرونش، وخديت البافو دوزت هكا الحامض في شويه ديال البافو وغنزين به. المهم التزيين كيبقى اختياري. اهم حاجه توجدوا هاد البسيطلات راه جاو واعرين. اكثر يا البنات من يلا خرجتهم من الفران وكنهز هكا كنهزهم مورقين كيتفرتوا كيذوبوا في الفم. صراحه احسن من الورقه جا المذاق والماكله ديالهم احسن من الورقه ديال البسطيله. غير هما كيبغيو يتكالوا سخانين. هنا البنات راه درت الفرماج احمر، بغيت هكا النص نزينو بالفرماج احمر والنص نخلي فوقو الحامض. جاني غطا البسطيله ما بقاتش كاع باينه وصافي وحيدته. قلت هكا نخليهم غير هكا بداك نص حامضه بالبافو جا الشكل ديالهم زوين. وهنايا البنات ملي كنت وصلت عند بنت لوستي لقيتها تبارك الله ما شاء الله موجده واحد الطبيله غزاله بواحد لي بلا واعرين. وجدت لينا دجاج كينتاكي غير بالصدوره ديال الدجاج بواحد الخلطه واحد الطريقه جاو خطيرين، جاو بحال الدجاج ديال كينتاكي اللي كناكلو على برا، ورافقته باللوبيا هكايا وواحد لا بيغي. مهم وجدت واحد العشيوه زوينه حيت حنا اصلا وصلنا معطلين. وانا قلت ليها راه غنجيب واحد البسيطلات مالحين، راني وجدتهم غنجيبهم معايا. وجدت حتى هي الطبيله ديال العشاء تبارك الله ما شاء الله عليها متوله وعندها داكشي زوين. راه عندها قناه في اليوتيوب البنات، انا دابا مشيت عندها، انا كاينه عندها دابا ومازال ان شاء الله نصور لكم معها شي حاجات زوينين. تسناو فيديوهات ديالي معاها شي حاجه اللي غتكون زوينه ان شاء الله غتعجبكم. وهما البسيطلات اللي جبت معايا راه سخناهم. هنا حيد دوك الطريفات ديال الحامض ودخلاتهم الفران سخنوا، وعاد عاودت رديت ليهم دوك الطريفات الحامض لان كانوا بردوا راكم عارفين. وبالخصوص انا راه كاينه في تيفلت وهي كاينه في المحمديه، يعني راه كاينه الطريق بيناتنا فوصلوا باردين. المهم البنات تبارك الله ما شاء الله الدجاج جا كيحمق. راه صوراتو ليكم ان شاء الله غتحطوا لكم في القناه، ومازال غنصور لكم معاها في الكوزينه ديالها ونشارك معكم القناه ديالها ونشارك معكم وصفاتها غزالين تبارك الله. ها انتم البنات ها هي قناتها ايمان شانيل اوفيسيال. راه غتلقاو هذا اللوغو اللي في التصويره هو اللي عندها في القناه باش تعرفوا القناه ديالها. وما شاء الله عليها تبارك الله متوله وعندها داكشي زوين وغتستافدوا منها بزاف د الحوايج في التاويل في الديكورات في بزاف د الحوايج ان شاء الله. شوفوا تبارك الله البسيطلات هنايا تا بدينا ناكلوا. قلت ضروري خاصني نقسم معكم شي وحيده تشوفوا كيجيو عامرين. واخا صراحه ملي يلا خرجتهم من الفران كانت فيهم واحد القرمشه وواحد التوراق خطير. دابا راكم عارفين ملي كتبرد العجينه شويه ما كتبقاش ديك القرمشه بحال الاول، ولكن العماره جات واعره وكلهم حماقوا عليهم. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم الوصفه ويعجبكم الفيديو وتجربوا ان شاء الله هاد البسيطلات هادو. المهم هنا غنختم معكم الفيديو ديالي، غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو فيديوهات جايه ان شاء الله.